لو قلت لك ان في فيلم خلى العالم كله يقف والناس كتيرة دخلت المستشفيات بعد ما تتفرج عليه هصدق. اللي هحكي لك عليه النهارده مش فيلم وخلاص، ده وجع دماغ، لعب اعصاب وركوب ملاهي وانت قاعد في مكانك. بس اوعى تروح بعيد. دوس لايك واشتراك دلوقتي علشان في الاخر هقول لك على سر خطير محدش لاحظه في الفيلم ده. بس شد الاحزمه كويس لان اللي جاي غدر بمعنى الكلمه. بيبدأ فيلمنا بالسفارة الهندية الموجودة في ماليزيا، وبيكون الراجل العجوز واقف في الصف علشان يخش البوابة، والحرس هنا بيفتشوا، والعجوز بيطلع له جهاز الاستنشاق بتاعه. بعد كده بيدخل جوه سفارة وبيستنشق الدواء وبعدها بيرمي الجهاز، وبيكون عليها عداد ل5 دقايق، والحرس لسه بيلمس العجوز فيقوم يضربه ضربة توديه الناحية التانية، وفجأة وبيبدأ يضرب كل الحرس ويقتل عدد كبير جدا منهم بالنار. وبعد ما ال5 دقايق بيخلصوا العجوز بيقع وبيكون عنده وشم في رقبته وبيتهز وبيموت. وهنا بننتقل على مكتبة المخابرات الهندية، والعميل ماني واقف وبيقول لهم ازاي راجل عنده 70 سنة وقتل عدد من الرجال الامن. يوشي بترد عليه وبتقول له اكيد الحكومة الماليزية دلوقتي اللي هي مسؤولة عن اللي حصل، لكن ماني بيرد عليها بنظرة حاسمة وبيقول لها الحكومة الماليزية دلوقتي اثبتت ان الشخصية دي مش تابعة لاي جهة ولا حتى ليه سجل في اي قاعدة بيانات، وكان معاه جواز سفر مزيف، وبكده الحكومة الماليزية بريئة من الهجوم ده. ماني بيرد بسرعة وبيقول لهم الوشم ده هو الدليل الوحيد اللي عنده، والوحيد اللي يعرف عنه هو ايه لاف ده هو الرئيس مالي. ويقول لهم لاف ده مجرم خطير ومفيش حد شافه قبل كده ولا حتى رأى، لكن من 4 سنين كان عندنا عميل سري ودمر شركات لاف بالكامل، كان اسمه فيكرام وكانت مراته معاه وهي افضل محللة بيانات في العالم واسمها ميرا. وفي وقت الهجوم على شركة ليفن اكتشفوا قتلوا ميرا. طب فين فيكرام دلوقتي؟ هو اللي لازم يتولى القضية، لكن مانيشان بيقول له بكل أسف من بعد ما ميرا اتقتلت فيكرام اتغير واتقدم ضده 12 قضية انتهاء لحقوق الإنسان، وعلشان كده المخابرات وقفته عن العمل ومحدش يعرف هو فين دلوقتي. يوشي بتقول بس بيانات كل العملاء بتتحدث كل 15 يوم، وكان آخر ظهور له في صالة المراهنات بتاعة المصارعة. وهنا بنكون جوه صالة المراهنات وفيكرام بيواجه راجل ضخم. الراجل بيسخن وبيبدأ يضربه بكل قوة، الضرب بيوجع وبيقع فيكرام بس بيقاوم. وفي اللحظة دي بيدخل ملك المكان وفيكرام يشوف ويركز معاه جامد، بس الراجل الضخم مش بيهزر ويرفع الإزازة ويضربها بيه. كانت عند العد ال15 فيكرام بيلف وبيقطع الرجل الضخم وبيكسب الفلوس، وفيكرام بيخش الأوضة ومليك بيخش وراه. فيكرام بيسأله ايه اللي جابك هنا؟ الملك بيرد عليه ويقول له في حالة طارئة، الهجوم على السفارة الهندية في ماليزيا واتقتل قدامها 20 ضابط. فيكرام يرد عليه ببرود وانا مالك. مليك بيديه الملف ويقول له ده بخصوص لاف، وفجأة يفتكر ميرا مرات. مليك بيقول للشخص اللي قتل مراتك لسه عايش. فيكرام يرد لاف مات من 4 سنين. مليك يرد عليه ايوه انت قابلته وقتلته بس الوشم رجع تاني، وعلى العموم انت عارف المكان لو عايز تساعدني تعالى. مليك يمشي وفيكرام يتسارح ويفتكر لحظات اللي قال لميرا انا هتجوزك خلال 24 ساعة ووعدي كمان. فيكرام يروح مكتبة المخابرات ومانيش بيكون بيعرض له تفاصيل القضية. فيكرام بيشاور له انا شايف الفيديو ويقول له فيش راجل واحد يقدر يضرب العدد ده كله. بيراجع الفيديو ويشوف الراجل عادي جدا، لكن بعد لحظة معينة كل حاجة اتغيرت، لغة الجسد اختلفت وكمان في حاجة استنشاق. مانيش بيرد عليه، مانيش بيتكلم، لكن فيكرام بيقول للملك اسمع لو عايز اساعدكم تبقى كلكم تحت قواعد. اول حاجة انا اللي هتولى القضية بالكامل والسلاح والدعم من الحكومة الماليزية. تاني حاجة الراجل ده وبيكون يشاور على مانيش ما يتكلمش معايا ولا يتدخل في القضية خالص. مالك بيرد على فيكرام هجهز لك كل اللي طلبته. مانيش بيبدأ يتزرجن ويتعصب عليه، لكن فيكرام يلقحه بالقلم على طول وبيقول لهم لحقتوا تنسوا القاعدة التانية ولا ايه؟ انا اللي يهمني دلوقتي هو لافي اللي قتل مرات، وقبل ما تراقبوه وتلموا معلومات عنه هكون انا قتلت، بس لازم يكون معاه شرط وانت تبقى المساعد بتاعه. ويقول ليوشي تابع كل حركة يعملها فيكرام، ويوشي يوافق وفيكرام ويوشي يسافروا ماليزيا. وفجأة بيوصل لهم ضابط جديد اسمه موسى، وفيكرام اول ما بيشوفه بيبص له كده من فوق لتحت وبيقول له هو ده بقى العم بتاع الحكومة الماليزية. موسى بيضحك له وبيتعرف عليه، بيركبوا العربية سوا، وفي الطريق بيقول له عدى 5 ساعات ولسه مش عارفين حاجة عن دواء الاستنشاق. موسى بيرد الدواء ده دواء روبو عادي، بس اللي جواه مش بيعالج الروبو، بس العبوة دي طبقا للأصل من طباع
بضاعة مسروقة. يوشي بتتدخل، يعني العبوة دي مصدرها شركة كابيلا. موسى بيهز راسه ويقول تمام دي شركة ماليزية ومديرها موقوف بقاله 6 شهور بتهمة تسريب الطابعة من المصنع. فكرام بيرد عليه بسرعة فين المدير ده دلوقتي؟ موسى بيقول له مقبوض عليه في المقر الرئيسي بس لسه ما اعترف ومستني المحامي بتاعه. فكرام بيتعصب ويقول له انا عايز اشوف المدير ده دلوقتي، وبيتحركوا فورا على المقر الرئيسي. اول ما بيوصلوا هناك فكرام يدخل على المدير، لكن الموظفين استنى لازم تصريح رسمي. لكن فكرام ما عندوش وقت للكلام ده، يفرد دراعه يروق عليه. يفتح الباب ويلاقي المدير رايق وهادي استنى اسم بيلي. وفجأة فكرام بيشم نفسه ويقوم يضرب بيلي بصندوق تقيل في وشه والدنيا بقت سكوت. فكرام بيقول لموسى اتأكد لي بيلي ده حي ولا ميت. موسى يروح يشيك عليه ويقرب من وشه ويقول له بهداوة ده لسه حي. وفجأة تيجي بنت هندية من وراه وعينها مليانة خوف وقلق. هو انت شرطي؟ خدني معاك. بس فكرام ما عندوش وقت للحنية، يمسك السكينة ويغرسها في بيلي. يصرخ بيلي من الوجع. فكرام بيبص له ويقول اعترف انت عملت ايه في تصميم جهاز الاستنشاق لشركة كابيل. بيلي بيتنفس بصعوبة وبيقول له مش انا، بيتر هو اللي بيصنع النسخة طبق الاصل، هو المورد الحقيقي للادوية المزيفة والمعدات الطبية للمستشفيات في ماليزيا وانا عمري ما شفته. وهنا البنت الهندية بتتدخل فجأة وتقول انا عارف بيلي بيبعت بنات بالليل بيتر. يوشي تبص للبنت بسرعة وتقول لها فين مكانه. البنت بتقول له بيتر بيبعت عربية دايما تقابل البنات عند تقاطع بكيل، ومن هناك المصنع مش بياخد اكتر من 10 دقائق. وتبدأ تحكي قصتها وهي مرعوب. في نفس اللحظة فكرام بيقول لبيلي طب لو بعت البنات دي عند بيتر هنوصل للمكان. وبيلي بيهز دماغه ويقول له ايوه. يوشي بتقول تمام انا هروح معاها، لو كنت معاها اقدر اتواصل معاكم سهل تراقبونا وكمان ادافع عنها. وتبص للبنت وتقول انا مسؤولة انك ترجع للهند سليمة. البنت بتبص لها بالتوفيق وهي خايفة. وبيلي بيمسك الموبايل ويبدأ يتصل ببيتر. وفجأة بيبعت له مليك قوات خاصة كلهم مدمجين بالسلاح. ويوشي بتتحول في ثواني لفتاة ليل أنيقة وتروح هي والبنت الهند على تقاطع بكيل زي الخطة. في نفس الوقت وفكرام القوات الخاصة بيراقبوا العربية من بعيد بصمت وتركيز عالي. كاميرا بتتحرك معاهم لحد ما بيدخلوا المصنع بتاع بيتر. يوشي بتفتح الكاميرا السرية اللي في العقد بتاعها وتبدأ تصور كل حاجة جوه المصنع. فكرام بيكون بيتتبع البث المباشر من العربية وعينه بتبدأ تلمح بالخطوة. وفجأة بيتر بيظهر يبص للبنتين، يمسك ايد اوشي ويفك لها الساعة، يشاور من الكاميرا على فكرام وكأنه بيقول له انا شايفك. ومجرد ما يفكها يكتشف ان فيها كاميرا مخفية. وفكرام يصدر بسرعة الهجوم عايزه حي مفهوم. ويدخلوا ضرب نار مع الحراس، طلقة يمين وطلقة شمال، ناس بتقع وناس بتصرخ. دلوقتي اديني دقيقة اكلمك فيها. ويقول له ماشي اتفضل. جهاز الاستنشاق الهجوم على سفارة من العقل المدبر. بيتر بيقول له كلمة واحدة بس لاف. الغلاف مش في الدواء، الدواء اي حد ممكن يعمله لكن اللي عمله لاف مش اي حد يعمله. الدواء ده لازم يتحط على شخص اسمه سيد الدواء الرابو علشان يشتغل بكامل قوته ويعدي من اي مكان وبيتخبى بسهولة في اي شنطة او حتى جيب. يوشي بتقوله طيب ايه المميز فيه؟ يفتح الشاشة ويشغل فيديو. رجل عنده 25 سنة قاعد عادي. وفجأة ده تأثير الاندرالين. المادة دي بتشتغل في الجسم خلال 5 دقايق بالضبط، بتنشط كل الخلايا، بتنفخ العضلات، بتخلي الجسم ينتج طاقة تضاعف سرعتها 10 مرات. الشخص بيتحول لبطل خارق لكن لمدة محدودة. يوشي ده شبه اللي عمله هتلر زمان، كان بيجرب مواد مشابهة على جنوده. بصوا هنا بيظهر فيه جنود نازيين بيجروا بسرعة غير طبيعية. بيتر بيقول لهم طب ايه الهدف من الدواء ده؟ بعد هجوم السفارة وصلت عروض ضخمة من جامعات إرهابية عايزين السلاح ده علشان السرعة والقدرة على إخراج أي مكان في ثواني. الدواء ده هيغير شكل الحروب. بيتر يفتح باب سري في المصنع ويوريهم عربية ضخمة. النهاردة بالليل هيتم إرسال 1000 جهاز استنشاق ورجال لف جايين هياخدوا 500 جهاز منهم. فكرام يقول للرجال تنظفوا المكان ده ما تسيبوش ورقة. بيتر بيفتح صندوق ومرة واحدة واحد من رجال بيتر
لفوق ويبدأ يضرب النار في كل الاتجاهات. فيكرام يبدأ يضرب رصاصة واحدة في قلبه والخطر يخلص، لكن لسه المعركة مخلصتش. البنت الهندية بتصرخ في حد بيخدعنا، انا حاسة بحاجة غلط. عربية ضخمة تقف بره المصنع. واحد من رجال لاف بيخش المكان. فيكرام بيقول الكل انسحب للخلف، خلوه يدخل بس خليكم صحيين. فيكرام بياخد مفتاح الشاحنة وبيمشي، وموسى بيقول له فيكرام البنت ماتت. يوشي بتقول له انت بتقول ايه؟ لكن فيكرام بيقول لها في الشغل مفيش عواطف، يلا بينا نركب العربية بسرعة. يوشي وفيكرام بيركبوا العربية وبيمشوا ورا الشاحنة، وفي الطريق فيكرام بيكرر يحكي تعرفي انا ميرا مراتي عشقاني، محدش بيقابل لاف غير اللي يعرفهم شخصيا. سنة وميرا مرات رحنا على اساس ان احنا مافيا اسرائيلية، وكان معانا شنطة فلوس حاطين جواها قنبلة، وبالفعل قابلنا لاف وعملنا الصفقة. وبعد ما مشينا القنبلة اتفجرت، بس كل ملفات لاف كانت معايا في شنطة فخدناها. بالبصمة دي فتحنا ملفات، وبعديها قررنا نسيب كل ده ونتجوز. كان فاضل 4 ساعات بس ونتجوز، لكن فجأة ميرا اتقتلت قدامي، وقعت من فوق الجبل. فضلت 6 شهور الف على اي حد كان بيشتغل مع لاف، وعلشان كده رجعت واستلمت القضية. انا مش جاي احقق، انا جاي انتقم. وفي نفس اللحظة دي سواق الشاحنة بيتصل بلاف، وبيكون هنا لاف خاطف رجل كان يجرب عليه السلاح الجديد، سلاح البيولوجي الجديد اللي على شكل بودرة. بيبدأ يرش البودرة على شاب وبيشوهها حرفيا. استنى الجزء التاني من الفيلم علشان هنشوف هيعمل فيه ايه.